في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً وأشعلت النيران بين البلدين من جديد. الجزائر ترفض اعتماد ملعب الفتح الرباطي ضمن ملاعب كأس إفريقيا في المغرب. هل هو قرار رياضي أم أن وراءه رسائل سياسية خفية؟ هل الجزائر لديها مصلحة المنتخب الجزائري هي الأهم أم هدفها شيء آخر؟ في هذا الفيديو سنكشف لكم كل التفاصيل ونحلل الأسباب الحقيقية وراء هذا الرفض الغريب. العلاقة بين الجامعة المغربية والجامعة الجزائرية ورفض الجزائر اللعب في ملعب الفتح الرباطي. هل قرار الجزائر سيكلفها غالياً؟ تعد العلاقة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الجزائري لكرة القدم علاقة معقدة تتأثر بالسياق السياسي بين البلدين. ففي السنوات الأخيرة شهدت هذه العلاقة توترات انعكست على الجانب الرياضي، خاصة في المنافسات القارية التي تجمع الأندية أو المنتخبات الوطنية. واحدة من أبرز هذه التوترات ظهرت مؤخراً عندما رفض الاتحاد الجزائري لكرة القدم خوض مباراة في كأس إفريقيا على ملعب الفتح الرباطي. هذا الرفض أثار جدلاً واسعاً، وتباينت الآراء حول أسبابه الحقيقية. البعض يرجعه إلى دواعٍ تنظيمية أو أمنية، بينما يرى آخرون أنه قرار سياسي في جوهره يأتي في سياق الخلافات السياسية بين البلدين. الجامعة المغربية من جهتها عبرت عن استعدادها الكامل لاستقبال الفرق المشاركة في ظروف احترافية، مؤكدة أن جميع الملاعب بما فيها ملعب الفتح تتوفر فيها المعايير التي وضعتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف. أما الجامعة الجزائرية فقد أشارت حسب بعض المصادر إلى تحفظات متعلقة بالملعب ذاته من حيث الطاقة الاستيعابية أو الجاهزية، غير أن هذه الأسباب لم تقنع الجميع، خاصة وأن ملعب الفتح سبق أن احتضن مباريات إفريقية ودولية دون مشاكل. رفضت الجزائر رسميا اللعب على ملعب الفتح بمدينة الرباط خلال منافسات كأس إفريقيا. رفض أثار جدل واسعا، فهل هو قرار رياضي أم أن خلفه أبعاد سياسية خفية؟ الجامعة المغربية جهزت كل الظروف التنظيمية ورحبت بجميع المنتخبات بما فيها المنتخب الجزائري، لكن الجانب الجزائري فجر المفاجأة برفضه اللعب هناك دون توضيحات مقنعة حسب بعض المراقبين. البعض يرى أن هذا الرفض يخفي توتراً سياسياً أكثر من كونه قراراً رياضياً. والسؤال المطروح: هل يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى عواقب؟ أولاً، من الناحية الرياضية، الجزائر قد تتعرض لعقوبات من الكاف أو تجبر على اللعب في ملعب آخر خارج جدولها. ثانياً، هذا القرار قد يضعها في موقف محرج أمام الرأي العام الإفريقي الذي يطالب بإبعاد السياسة عن الملاعب. في النهاية، يرى المتتبعون أن الرياضة، وبالخصوص كرة القدم، يجب أن تكون وسيلة لتقريب الشعوب لا تعميق الخلافات، ويبقى الأمل معقوداً على عودة الروح الرياضية بين الجامعتين بما يخدم مصالح الكرة المغاربية والقارة الإفريقية ككل. كرة القدم من المفترض أن توحد الشعوب لا أن تفرقها، لكن مع هذا الرفض يظهر أن التوتر بين الجارتين لا يزال مستمراً حتى فوق العشب الأخضر. فهل فعلاً هذا القرار سيكلف الجزائر غالياً؟ وما موقف الكاف من هذه الخطوة؟ شاركنا رأيك في التعليقات، واشترك للمزيد من آخر أخبار الكرة الإفريقية.